السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد. اليوم في هذا الفيديو جبت لكم نسخ لعبة بيس 2019 موبايل بدون مساحة، وطريقة مجربة وأنا أجربها دائما بدون مساحة، يعني 1.30 جيجا فقط في او بي بي واحد فقط تستعمله في حسابين. في هذا الفيديو سأريكم كيف تنسخ لعبة بيس في 5 دقائق فقط. لا، اذا كنت غير مشترك اشترك في القناه واضغط على اللايك واشترك في القناه واعطينا تعليق محفز، ويلا نذهب الى التطبيق وكيف راح تنسخ لعبه بسهوله تامه. يلا سنذهب الى التطبيق من جديد. التطبيق اسمه ابيكا اوديو برو، تجدون رابط اسفل هذا الفيديو. حملوه، تدخلوا الى الرابط، اختصروا الرابط وادخلوا الى التحميل، رابط التحميل كما قلت لكم اسفل هذا الفيديو. ادخلوا وحملوها، ولما تحملوها ستأتيكم هذه اللافته. لما تأتيكم هذه اللافته يا اصدقاء، عليكم تضغطوا في الثاني هنا كما ترون سيليكسيوني ابيكا. اوكي، وما تختار اللعبه. بالتاكيد هاي اللعبه. انا قد نسخت واحده الاولى، لكن سانسخ ثالث مره. يلا ننسخ هكذا. لما تضغط على اللعبه تضغط على هذا كما ترى اوديو دي بروبريتي. اوكي، سنضغط هكذا كما ترى. اوكي، كذا لافته. اول شيء عندك تستطيع ان تغير اسم النسخه الثانيه. انا النسخه الاولى مكتوبه بيس 2019، النسخه الثانيه ساسميها بيس 2010 كما ترون. اضع هكذا. اوكي، قد سميناه كما ترون هنا بيس 2010. هنا كما ترون يا اصدقاء نوم دو باكيت. عفوا هذه بالفرنسيه، انتم لا تعرفون الفرنسيه، معليش. اوكي، كما ترون هنا نوم دو باكيت. كما ترون جي بي كونامي بي اس. ماذا ستفعل؟ ستضيف هنا 2 فقط. كما ترون هنا 2 هكذا كما ترى 2 كما هي، فقط تضيف 2. اوكي، هذا فقط. ماذا تكتب؟ ثم تضغط على انجستري كما ترون هنا. تضغط على انجستري كما ترى. ستيكا هذه لافتة. تنتظر الى ان تتم حوالي دقيقة حتى يأتيك تطبيق لتحمل. كما ترون هنا قد تم يعني نسخ اللعبة بنجاح، لكن علينا أن نحملها. كما ترى انستالي، هنا نضغط على انستالي. عفوا، كما ترون هنا قد ضغطنا على انستالي، والآن نعم هكذا كما ترى نحمل اللعبة كما ترون أمامكم. بعدما أن تنتهي تحميل اللعبة لا تدخلوا مباشرة، سأريكم شيء كيف تقدر كما هي الآن، وكان تدخل إلى اللعبة لن تشتغل. سأريكم لماذا. وهنا كما ترون يا أصدقاء تحملت اللعبة. انستالي تيرميني كما ترون هكذا قد تحملت اللعبة أمامكم. أوكي، الآن سنخرج يا أصدقاء. هنا كما ترون لدي نسختين من البيس. كما ترى هنا بيس 2019 وبيس 2019 000. هذه النسخة الثانية، والنسخة الثالثة ها هي بيس 2010 كما كتبتها أنا. أوكي، سنذهب إلى الشيء الآخر. هنا كما ترون ندخل إلى الملفات عادي. ندخل الملفات، ندخل إلى الملف اللعبة. هنا كما ترون أندرويد هكذا، عفوا أندرويد. ندخل إلى أو بي بي. إذا كنت تريد أن تشغل لعبة بيس النسخة الأصلية التي تلعب فيها الآن، ليست النسخة الثانية أو الثالثة، الأصلية خليها كما هي، كل شيء كما هو. إذا كنت تريد أن تلعب بالنسخة التي نسختها الآن، عليك أن تضغط هنا كما ترى. أين هي؟ هكذا تضغط هنا كما كتبتنا في النسخ. اكتب 2 هكذا. أوكي، قد تتم 2. ثم ندخل إلى الملف الذي عدلنا عليه، ندخل إليه ونكتب أيضا هنا 2. أين هو؟ هنا نكتب، شو انظروا من أين نكتب 2 قبل أو بي بي. هنا بي اس ام ونضغط هنا 2. أوكي، وأيضا نعم. أوكي، وأيضا الملف الآخر المكتوب فيه باتش نضغط هنا هكذا، وأيضا في بي اس ام نضغط 2. أين هي؟ هكذا 2 ثم نضغط اوكي. والآن نخرج كليا وندخل إلى النسخة التي حملناها نحن. كما ترون هي النسخة. سندخل إليها الآن هكذا كما ترى، وستشتغل معك 100%. وإذا أردت أن تعود إلى النسخة الأصلية، ما عليك فقط أن تنزع 2 وتدخل إلى النسخة الأصلية. وإذا أردت أن تضع نسخة ثالثة أو رابعة، اضغط فقط 3 4 5 في تلك الملفات.
اوكي أصدقاء، نكون هنا قد وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. نريد وصل الفيديو لا أعلم 600 لايك، لا أعلم. نعم، ها كما ترى حساب جديد. وتفعلوا الجرس يصلكم كل جديد، ولا تنسوا تحملوا تطبيق رابط أسفل هذا الفيديو. ومع السلامة.